ازاي يا طالب التالتة اعدادي نجيب الوسط الحسابي والانحراف المعياري من الجدول ده؟ انت هتعمل كل اللي تعمله، هتروح ضغط على المود وبعدين هتختار رقم 3 وبعدين هتختار رقم 2 عشان تجيب الجدول اللي هو ايوه كده. في عندك عمودين هتملى البيانات بتاعتك، يعني هملى الاول الصفر يساوي اللي هو العمود الاولاني، وبعد كده 1 يساوي، وبعد كده وهكذا، وهنتقل برضو على العمود الثاني اللي هو ده املاه، وبعد ما املاهم هاضغط على الاي سي وبعد كده نكمل. بعد ما خزنتها هنستدعيها، هنضغط على الشيفت وهنضغط على الواحد. ادتنا عده اختيارات، اختار انت رقم 3 اللي هي الاسوام، هيديك كل المجاميع. انت عايز تتاكد المجموع بتاع الوسط الحسابي صح، اضغط على رقم 5 عشان هو ده المجموع اللي هو بتاع الوسط الحسابي، هيطلع 300، يبقى انت كده اتاكدت ان شغلك صح. ارجع تاني برضو على الشيفت الواحد، قول لها طيب انا بقى عايز بقى منك ايه. هنضغط على رقم 4 اللي هو الفار ده، ضغطنا على 4. هنضغط على رقم 2 اللي هو الاكس بار، اكس بار عشان الوسط الحسابي. الوسط الحسابي طلع كام؟ 2.5. انت كده ماشي صح، يبقى انت اتاكدت ان الوسط الحسابي صح. وبعدين شيفت واحد مره ثانيه، وبعدين الفار مره ثانيه اللي هو رقم 4. قولها انا عايز رقم 3 اللي هو سيجما اكس يعني الانحراف المعياري، عشان تتاكد برضو ان شغلك صح. قولها بيساوي كام؟ هقول لك 1.7 كده. تالتة اعدادي انت اطمنت من الاله الحاسبه ان الوسط الحسابي صح والانحراف المعياري صح والمساله تطلع معاك صح. تحياتي.